هل تظن أن الطبيعة غاية في الروعة؟ إنها حقا كذلك، ولكن من الحكمة أن تعلم أنها قد تكون قاتلة أيضا في بعض الأحيان. فهناك بعض الأماكن الطبيعية. آيام أسوم، قناة ترفيهية وثقافية ذات خبرة ومتعة وفائدة لا حدود لها. اذهب للقناة واشترك بها الآن وشاهد مقاطعها الرائعة والمميزة. ستجدون رابط القناة بالوصف أسفل الفيديو، والتي يمكن أن تفقد حياتك فيها في غضون عدة ثوان. وكما هو معروف في جميع أنحاء العالم، فإن الماء والبحر خاصة من العناصر الطبيعية التي يمكن أن ينقلب حالها رأسا على عقب خلال ثوان معدودة. وهناك مناطق خاصة يستمر خطر المياه بها في الوجود بشكل مستديم. هذا الخطر الذي تشكله المياه يعتمد بشكل تام على حركات المد والجزر، وتشكل خطرا كبيرا حيث أنها تقوم بإنشاء ممرات مائية ضيقة جدا والتي تسمى الأمواج، وتسير بسرعة عالية للغاية، وهي تسيطر على كل الشواطئ في أمريكا الجنوبية وشواطئ البحيرات كبيرة الحجم. يتم إنشاء هذا النوع من التيارات البحرية عند انحسار الماء إلى البحر من الساحل في مناطق محددة. يمكن أن تحدث هذه الظاهرة الطبيعية لمدة زمنية قصيرة نسبيا، حيث تعمل تلك القنوات المائية السريعة على تآكل المنطقة الأمامية من الشاطئ، بحيث ينعدم التدرج من الشاطئ حتى المياه العميقة. وهذا ما لا يعلمه معظم الناس. يتم تكوين هذه العفاريت المائية المعروفة باسم قنوات الأمواج خلال الفترة الجوية السيئة من فصل الشتاء، وهذا يجعل الكثير من الرمال الشاطئية تتآكل. بهذه الطريقة فإن المناطق التي تخضع لتلك العملية تعاني من تناقض الرمال والشواطئ شيئا فشيئا وعلى نحو متزايد. كما أن البيوت التي تقع بالقرب من الشاطئ أصبحت في خطر شديد، وأيضا فإن الأشخاص الذين يستمتعون بتلك الشواطئ قد أصبحوا في خطر محدق، لأنهم لا يعلمون بالخطر المحيط بهم ويجهلون حقيقة ما يحدث. ولهذا علينا وضع نظام لحماية الناس من هذا الخطر وإنقاذ حياتهم. وإليك هذه النصائح الأساسية لمراقبة تشكيلات المياه قبل النزول في البحر. احذر من المناطق التي تبدو كأنها جوفاء بالنسبة لك، أي ليس بها أرض لتقف عليها. إن كان هناك منطقة هادئة بالقرب من الشاطئ ولا يوجد بها أي أمواج ولونها مختلف عن لون بقية البحر، فهذه المنطقة تعتبر مادة خام تتكون فيها التيارات المائية السفلية. رغم هذا فلا يوجد دائما مقياس أو علامات مسبقة لمعرفة متى تتكون هذه التيارات المائية. إذا تمت محاصرتك في واحدة من هذه التيارات فأنصحك بالهدوء والحفاظ على طاقتك والتفكير مليا في الخطوة القادمة، فالفزع لن يحل شيئا. العديد من حالات الغرق تكون بسبب أن شخصا ما قد اندفع لإنقاذ شخص آخر محاصر في تيار مائي بدون التفكير أو وضع خطة، ففي تلك الحالة يجب الحذر والتفكير جيدا، لأنه قد يحدث ما لا يحمد عقباه. ما يجب عليك فعله حقا في موقف مثل هذا أن تستعين بشخص متدرب على مثل هذه المواقف في منقذي الشاطئ. وإن لم تجد أحدا من منقذي الشاطئ كما هي العادة دائما على الشواطئ العامة، فعليك ركوب أي شيء يستطيع أن يطفو على الماء ومن ثم إنقاذ ذلك الغريق. ولا أنصح أبدا أي شخص أن يذهب إلى مثل هذه الأماكن وحيدا وغير مستعد، فمن الممكن أن ينتهي كل شيء بشكل مأساوي، وهناك العديد من الظواهر المماثلة. آيام أسوم، قناة ترفيهية وثقافية ذات خبرة ومتعة وفائدة لا حدود لها. اذهب للقناة واشترك بها الآن وشاهد مقاطعها الرائعة والمميزة. ستجدون رابط القناة بالوصف أسفل الفيديو. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة أسرار.